أقدر أخسر وزن بدون ما أتمرن؟ الجواب هو إنه إذا أردت تخسر وزن وأنت تركز فقط على رقم الميزان فأي نعم تقدر، لكن هذا الوزن ممكن يكون هدم بالكتلة العضلية وممكن يكون سوائل وليس شرط بالضرورة إنه يكون دهون بالمرتبة الأولى. نزولك ما راح يكون مرضي إلك ولشكل جسمك، راح تصير عندك ترهلات، يعني نزولك حيصير بدون شد وبدون ترتيب. الموضوع شوية راح يصير صعب، كونك راح تضطر إنه تسوي عجز بالسعرات كلش قوي، لأن معامل النشاط مالتك راح يقل، فراح تضطر تسوي عجز بالسعرات قوي، ممكن نقول أكثر من 500 سعرة حرارية. تضطر تزيد بالعجز كل فترة وفترة، لكن راح توصل لمرحلة معينة بعد ما راح تقدر تسوي عجز أكثر من العجز اللي أنت مسويه. ممكن العجز القوي اللي راح تسويه حيفوتك بمرحلة ثبات الوزن فيما بعد، فلازم تظل تغير بالنظام مالتك وتتلاعب به كل فترة وفترة. لذلك اكو بعض النصائح اللي لازم يطبقوها الناس اللي ما راح تروح تتمرن، راح تعتمد على نظامها الغذائي فقط في عملية نزول الوزن. ركز بأنه يكون معظم سعراتك الحرارية تجي من البروتينات، وأيضا احرص أنه تدخل كميات كافيين شوية أعلى من المعتاد حتى تزيد قابلية جسمك من حرق الدهون، تسرع عملية الأيض. فبالنهاية إذا أنت همك فقط رقم على الميزان أنه تنزله فأي نعم ممكن، بس إذا أنت همك تحرق الدهون وترتب وتشد جسمك فما أنصح ما تتمرن، لازم تتمرن. وها هي، شيروا الفيديو إذا استفاديتوا من المعلومة. باي باي.